النهارده الفيديو بتاعنا جميل والاكله بتاعتنا تحفه. هنعمل مع بعض المحشي المشكل بالخلطه الجباره بتاعته، جميله جدا ما اقولكيش على الطعم والريحه. وهنعمل مع بعض كمان الفراخ، هنسلقها وبعد ما نسلقها هنعمل لها تتبيله جميله جدا كده، زي كانك بتحطيها في الفرن، زي كانك شويها. تابعي بقى معايا الفيديو للاخر، ما تنسيش تعملي اشتراك ولايك. اول حاجه هنا معانا الفراخ، طبعا بتعملي لها المحلول النقع بتاعها، بيبقى ميه ودقيق وليمون، وما بتحطيش خل علشان ما يزفرش معاكي الفراخ. وبتعمليها في المحلول ده لمدة ساعتين، وبعد كده بتشطفيها وبتصفيها. هنا بقى كده احنا هنعمل لها تتبيلة حلوة قبل ما نحطها قبل ما نسلقها. دي بتديكي للشوربة بتاعتك طعم جميل جدا. هي بصلاية كده صغيرة مفرومة، وبتحطي عليها ملح وفلفل اسود بس. وبنلفها بقى كده بالفراخ من جوه ومن بره، ما يوصفلكيش بتبقى طعم الشوربة بتاعتك عاملة ازاي وريحتها. هنا خلاص بقى كده احنا ايه خلصناها، او زي ما انتوا شايفين الشوربة. هنا بقى المية بتاعتنا غلت، هنضيف كده اهوت الفراخ زي ما انتوا شايفينها اهي. تمام. هتبتدي بقى اللي هنا الشوربة بقى بتاعتنا هتبتدي ان هي ايه هتغلي. واول كده ما بتغلي بيطلع معاكي الريم دوت، لازم بتشيليه علشان الزفارة ما تزفرش معاكي الشوربة. رايحة جاية كده ايه، لو لقيتيه كده على وش الشوربة بتفضلي كده تشيلي ايه فيه. هنا بقى كنا خلاص خلصناها كده، وابتدى ان هو كده يخف اهو دلوقتي زي ما هتشوفوا كده. خلاص كده اهوت هنبتدي بقى نضيف بصلاية صغيرة، وهنضيف ورق لورا وحبهان وفلفل اسود، وهنضيف الملح. وبتحطي بقى الغطا عليها على الحلة كده وبتوربيها، وبتخلي النار وسط عليها. هنا بقى كانت خلاص استوت معانا كده الشوربه، زي ما انتوا الفراخ زي ما انتوا شايفين كده اهي. بس انا حبيت يعني انا بحب الفراخ بتاعتي يعني مستويه شويه يعني، بتك عليها شويه في السوا بتاعها. وهنبتدي كده نطفيت بقى وابتدي اشيل كده الفراخ اهي. وهنركنها بقى لحد ما نعمل الخلطة المحشي بتاعتنا، ونشوف الباقي بقى هنعمل ايه. وبصوا بقى لون الشوربة بتاعتها، ومش قادرة والله اوصف لكم كانت الريحة بتاعتها عاملة ازاي، ريحة الشوربة بتاعتنا اهي. خلاص كده هنبتدي بقى نعمل الخلطة بتاعت المحشي. هنا 3 بصلات كبار مفرومين، والبهارات بتاعتنا فلفل اسود وبابريكا وحاطة شطة، حابة تضيفي شطة، مش حابة بلاش. ورشة صغيرة من الكزبرة و7 بهارات. وهنقلبهم كويس جدا مع البصل كده، زي ما انتوا شايفين البهارات كده مع البصل، والتقليبة دي بتديكي ريحة للمحشي وطعم جميل جدا. وهنضيف برضو هنا هو كده الخضرة، بتبقى كزبرة وشبت وبقدونس. وهنقلبهم برضو يعني، وانتي كده بتقلبي بتلاقي الريحة كده هو بتاعتها بتبقى جميلة جدا. وبعد كده هنضيف مع بعض كده الرز. طبعا الرز بتاع المحشي مش بننقعه، الرز بتاع المحشي بنغسله بس وبنصفيه. هنضيف بقى الرز كده، انا هنا حاطه حوالي كيلو كده من الرز وكوبايتين. ولما يعني بحس ان وانا بحشي بحس كده ان الخلطه بتاعتي حاسه عايزه رز تاني ولسه المحشي يعني ما خلصت، بزود ما بعملش كتير. هنا بقى عصير الطماطم كده بتاعنا زي ما انتوا شايفين، انا هنا دي طماطم وانا سبكتها. ومعانا هنا هو صلصة كمان من الجاهزة، هنضيف عليها كده برضو بتديها ريحة حلوة وبتديها برضو لون جميل. وهنضيف الزيت وهنقلب كده مع بعض زي ما انتوا شايفين. وبعد كده اوعوا تنسوا الملح، هنضيف دلوقتي كمان الملح ونقلبه معاهم. هنا بقى انا كنت قلبتها وهنضيف الملح، بس انا حبيت كمان ايه، حسيت ان يعني لون الخلطة بتاعتنا محتاجة صلصة تاني. فانا حبيت ان انا اضيف لها كده ايه حوالي معلقة كبيرة تاني من الصلصة، والملح بتاعنا كمان. وكده تمام، الخلطة بتاعتنا جاهزة زي ما انتوا شايفين كده. اهي زي ما انتوا شايفين، بصوا لونها جميل، الصلصة بتاعتها كده مظبوطة. هنبتدي بقى ناخد كده زي ما انتوا شايفين كده حبة بقى من الخلطة، ان احنا ايه نبتدي نحشي بيهم. بصوا انا هنا كان معايا نص فلفل كوبي، ومعايا كيلو كوسة، ومعانا 2 كيلو من البتنجان.
تمام. او انا طبعا بقى يعني او متقورين ومتنضفين ومغسولين كويس وسبتهم يتصفوا. هنبتدي بقى ان احنا نحشي كده. اول حاجة هنحشيها مع بعض الفلفل. وانتي بتحشي حاولي ان انتي ما تكبسيش وتخلي الرز للاخر كده لفوق، عشان هو كده كده الرز يعني بينفش كده اهوت لما بتيجي في المحشي بتسويه وبتلاقيه زاد معاكي. وبنسيب له كده فراغ من فوق كده وما تكبسهوش جامد. وبتنضفي بقى كده ايه المحشي بتاعك كده من بره. الفلفل كده نضفناه وبوقفه كده في الحله كده. خلاص خلصنا الفلفل. نبتدي ان احنا نعمل ايه كده مع بعض الكوسه. تمام. انا بحب اعمل المحشي بتاعي كده زي ما انتوا شايفين يعني مش بحب اعمله في حله واحده، كل حاجه كده ايه في حله. بتديكي كده طعم، وكل حاجه بتحسي كده بطعمها لما بتبقى كده ايه لوحدها. برضو الكوسة برضو بتاعتنا ما تحاوليش برضو ان انتي يعني تكبسيها برضو بالرز، وبتسيبي فراغ برضو كده من فوق وبالراحة وانتي بتعمليها عشان ما تتكسرش معاكي. وبتنضفيها برضو كده من بره من الرز زي ما انتوا شايفين كده. وهنبتدي كده خلصنا خلاص الكوسة بتاعتنا. هنبتدي كمان نعمل البتنجان. برضو البتنجان ما تعملوش برضو تكبسيه كده اهوت برضو للاخر زي ما انتوا شايفين كده اهو. وبرضو بتنضفيها برضو من بره كده. والخلطة دي بتاعتنا كده النهاردة الني في ني دي بصراحة تحفة وجميلة والريحة بتاعتها جميلة جدا وطعمها كان جميل. جربوا بقى الخلطة ديت كده وجربوا المحشي بالطريقة دي وقولوا لي ايه رأيكم فيها. خلاص كده احنا خلصنا كله كده البتنجان والكوسة والفلفل. هنبتدي بقى نعمل ايه ورق العنب. بصوا انا كنت مخزناه يعني عندي في الفريزر، وان شاء الله هبقى اعمل لكم فيديو ليه بطريقة التخزين بتاعته. بصوا الورقة زي ما هي وبيقعد معاكي يعني من السنة للسنة في الفريزر مش بيجراله حاجة. ان شاء الله هبقى اعمل لكم الطريقة بتاعته. هنا بقى انت بتحشيه ورق العنب بتاعنا كده الورقاية على الناحية اللي هي فيها الرسمة البارزة الخشنة كده. بنحط الرز فيها، وبرده ما بتحطيش رز كتير برضو عشان برضو الرز من جوه بيزيد معانا اي محشي. بصوا هنا بقى الورقايه بتاعتنا هنا كبيره، فانا هبتدي ان انا ايه قسمتها كده هوت اتنين. برضو حبيت اوريلك لما الورقه تبقى كبيره معاكي اهيت. وبرضو هتحطي الرز فيها برضو مش كتير، وتبتدي بقى ان انت تلفيها كده هوت زي ما انتوا شايفينها كده اهو. هنخلص بقى كله بنفس الطريقه كده زي ما انتوا شايفينها اهي. هنكمل بقى بقيتها الكبيرة اللي احنا قسمناها دي. وبيبقى ايه المحشي ورق العنب على الحتة الخشنة اللي هي الرسمة فيها بتاعته كده اللي هي بارزة بتحشيها بتبقى دي اللي من جوه. وانا ايه حبيت بقى ان انا ايه عملته كده زي ما انتوا شايفين. هعمله كده اهوت صف داير ما يدور كده اهوت لحد بقى ما نخلص مع بعض كله اهو. كده ابتديت اول صف كده اهوت كده خلصته من تحت. وهنا كده كان خلاص معانا كده الورق العنب. هنبتدي بقى ان احنا ايه نضيف بقى للمحشي بتاعنا الشوربه بقى عشان نحطه. بس اول حاجه بنضيفها عليه كده من على الوش الزيت. الزيت برضو بيخليه معاكي حلو كده وما بيعجنش معاكي ولا اي حاجه، وبيديله برضو لمعه حلوه. ضفنا كده على كله خلاص. هنضيف بقى ايه نبتدي ان احنا نضيف الشوربه. والشوربه بتاعتنا كده انت بتضيفيها حطي مصفى علشان لو في بصل في اي بهارات اي حاجه كده يعني من اللي احنا كنا حاطينها ما تنزلش على المحشي زي ما انتوا شايفين كده. والشوربه بتاعتنا لما بتضيفيها على المحشي ما بتضيفيش لحد الاخر كده زي ما انتوا شايفين اهيت. هي كده كده يعني لما الشوربه بتاعتنا بتتشرب بالمحشي كده هو بيشربها وبتوطي عليها بقى البخار بتاع الحله هو اللي ايه بيسوي لنا المحشي بتاعنا زي ما انتوا شايفين اهي. بصوا خلاص كده احنا سقينا بقى كل المحشي بتاعنا بالشوربه اهي. هنبتدي بقى ان احنا ايه بتغطيه. بس قبل بقى ما انا ايه يعني انا غطيت كله وولعت عليه. هنا هوت بقى هنا في تكه كده هوت على ورق العنب بتعصري له نص ليمونه كده بتديله طعم جميل ومزازه حلوه كده لورق العنب. بس كده بقى وبتغطيه بقى وبتسيبيه لحد ما يغلي ويتشرب الشوربه بتاعته كده. وبعد كده هوت بقى هنوطي عليه. هنا كان خلاص ابتدى ان هو يشرب الشوربه كده هوت وهنبتدي ان احنا وطينا عليه. هنا برضو بتحطي كده زبده كده من على الوش او سمنه
زي ما انتوا شايفينها بتديها برضو في الاخر كده ريحة، والطعم بتاعها بيبقى جميل، وبتديله برضو لمعة زي الزيت كده بالظبط. وهسيبه بقى لحد ما يستوي معانا، نوطي عليه خالص النار وتسيبيه بقى لحد ما يستوي. طبعا بقى احنا ما نسيناش بقى ايه الفراخ اللي احنا سلقناها. هنشوف دلوقتي بقى هنعمل لها ايه التتبيلة بتاعتها، هتبقى شكلها عامل ازاي. هنا بقى هنبتدي كده هنعمل التتبيلة بقى بتاعت الفراخ بتاعتنا. بصوا هنضيف هنا هو صلصة حوالي كده ايه 3 معالق من الصلصة، وهنا هو ملح وفلفل اسود، وهنضيف دبس الرمان عليها. دبس الرمان هنا هو بقى عليها يعني ايه، وزيت كمان. بصوا احنا هنضيف الزيت وبعد كده هنضيف دبس الرمان. دبس الرمان ده بقى هيخليها كده معاكي زي المشوية بالظبط، زي اللي انت كده بتجيبيها من بره. اهو هنا استفدنا بالشوربة بتاعتنا، وبرضو عملناها زي المشوية، برضو الطعم بتاعها جميل برضو. وهنبتدي كده ان احنا ايه نقلبهم مع بعض كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. وبعد بقى ما قلبناهم هنبتدي ندهن الفراخ بتاعتنا بيهم. قلبي كويس جدا عشان كله كده ايه يخش في المكونات بتاعتنا كلها تخش في بعضها. بصوا ان انا ايه يعني زودت حبة زيت كمان اهو زي ما انتوا شايفين كده اهي. وهنبتدي ان احنا ايه هنضيفها على الفراخ. جربوا وما تنسوش بقى تكتبوا لي كده في التعليقات وتقولوا لي ايه رأيكم في الأكلة بتاعتنا ديت النهاردة وطريقة الفراخ الجميلة دي. خلاص كده انا هنا حشيتها، وهنا قفلت كده اهوت، يعني عملت هنا اهوت رجلي الفراخ كده اهوت زي ما انتم شايفين بالستيك كده اهوت. وهتدخليها بقى تحت الشوايه على طول، مفيش فرن طبعا، هي مستويه كويس جدا. بصوا بقى الجمال بقى بتاعها بعد ما طلعت من الفرن، زي كأنك شويها بالظبط، ما كنتيش سلقاها ولا اي حاجة. هنا استفدتي بالشوربة واستفدتي برضو بالطعم الشوي. هنا هو عملتيها بصوا استوت معانا ازاي اهي، هي مستوية وجميلة. وبصوا هنا بقى خلاص كنا المحشي بقى خلاص ابتديت ان انا ايه حطيته كده في الطبق، ورق العنب. ومعانا هنا هو بقى الكوسة والفلفل والبتنجان. ما يعني مش قادره اوصف لكم على جمال الاكله ديت عامله ازاي. بصوا بقى الرز من جوه جميل ازاي في ورق العنب اهوت. وكمان هنا في البتنجان بصوا ولا معجن ولا اي حاجه، الرز حلو. وفي الكوسه والمحشي بتاعنا السوا بتاعه مظبوط ومش مهري ولا اي حاجه زي ما انتوا شايفينه، والفلفل اهوت. ويا رب كده النهارده يكون الفيديو عجبكم. مع السلامه.